ارحموا الشباب شوية. الشاب دلوقتي بيشتغل تقريبا ب6000 جنيه في الشهر، لو أكل 3 سندوتشات فول وشرب كوباية قهوة صرف ال100 جنيه في اليوم. الشاب دلوقتي بيفكر مليون مرة قبل لما يشتري تيشيرت يلبسه، بيفكر مليون مرة قبل لما يخش الكافيه. لو خرج مع أصحابه بيصرف له 200 300 جنيه اللي هم حاجة تافهة بالنسبة لك، بس بالنسبة له شغل يومين. الشاب دلوقتي حرام عليه تقريبا كده إنه ينبسط ويعيش، فأنت من أي حق تلوم عليه وتقول عليه إنه فاشل. لا، هو مش فاشل على فكرة، هو طموح جدا من كتر السعي والاجتهاد، وما بقاش قادر ولا عارف هو هيعمل ايه، ومطلوب منه انه يجيب شقة ويجيب مهر وذهب وفرح وشقة وحاجات كتير قوي. بيديني كده عقلك ازاي يعمل الكلام ده كله وهو اصلا مرتبه مش بيكفيه طول الشهر؟ للامانة وكلمة الحق، الجيل الجديد مجتهد مليون مرة قبل الجيل القديم. انت على ايامك الدنيا كانت متيسرة، دلوقتي قسما بالله مش عارفين ناخد نفسنا. فبالله عليك لما تقابل شاب يا تقول له كلمة حلوة يا تجيب له وظيفة كويسة او تهون عليه، لكن حوار اللي انت تقطمه تقول عليه فاشل فده مش بيزوده غير طاقة سلبية. فتعامله بالعقل والدين، خلي عندك احساس وذوق ودم قبل لما تتهم حد بالفشل. فخد لك بصة كده في الحياة وشوف الحياة عاملة ازاي دلوقتي. احنا بنضيع للأسف، فربنا يعين الشباب على حالها.